الريحان. بذور الريحان تحتوي على فيتامين ألف. يوصي الأطباء بفيتامين ألف للأشخاص الذين يفقدون بصرهم والأشخاص الذين يعانون من الإجهاد. لذلك إذا كنت تعاني من مشاكل في الرؤية عليك استخدام بذور الريحان. تساعد بذور الريحان في تحفيز الخلايا الجديدة وتحسين نمو الخلايا داخل الجسم، لذلك هي مهمة جدا للبشرة. الآن السؤال هو كيف نأكل بذور الريحان؟ يمكنك نقع ملعقتين صغيرتين من بذور الريحان في كوب من الماء الدافئ لمدة 15 دقيقة وستكون جاهزة. الآثار الجانبية لبذور الريحان لها تأثير سيء على المرأة الحامل. إذا كانت المرأة حاملة فلا يجوز لها استخدام بذور الريحان لأنها يمكن أن تسبب مشاكل مع هرمون الأستروجين. من الآثار الجانبية الأخرى أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الغدة الدرقية أو عدم توازن الغدة الدرقية لا يمكنهم استخدام بذور الريحان دون موافقة الطبيب.